تواجد معسكر تركي في منطقة بعشيقة في سهل نينوى يشكل خطر على أبناء المنطقة وتخويف المكونات في سهل نينوى، ونطالب الحكومة العراقية الجديدة بطرد هؤلاء القوات من الأراضي العراقية وخاصة في ناحية بعشيقة، وهناك قصف بين حين والآخر وتخويف الناس القصف القريب على مناطق سكناهم. ونحن أيضا كمنظمة عالمية لحقوق الإنسان أيضا نطالب الحكومة العراقية بإيجاد حل لخروج القوات التركية، ولكن هنا محافظة نينوى ليس بحاجة إلى قوات أجنبية المتواجدة في سهل نينوى ولا بحاجة إلى قوات تركية. نحن لدينا الأجهزة الأمنية بكافة أصنافه وفصائله يدافعون عن المنطقة، ونحن ليس بحاجة. محافظة نينوى مستقر حاليا من خلال تحرير النظام الداعش. نحن في سهل نينوى ومحافظة نينوى مستقرين وعايشين بأمن وأمان، ولا نحتاج إلى أي قوة سياسية أو أجنبية أو تركية متواجد في محافظة نينوى وبالأخص في سهل نينوى في ناحية بعشيقة. نعم هناك تخويف على العوائل العودة إلى مناطق سكناهم، وهم عايشين بأمن وأمان وليس بحاجة إلى القوات التركية. ولاحظنا في الأوان الأخيرة هناك قصف بين القوات العراقية والقوات التركية، هناك تخويف الناس، ونحن كمنظمة عالمية لحقوق الإنسان لن نقبل بهذه الشيء. نحن نريد كي نعيش بحرية وأمان، ومحافظة نينوى اليوم ليس بحاجة إلى أي قوة أجنبية أو تركية، وخاصة القوات التركية في محافظة نينوى. هناك العراق ومحافظة نينوى لدي الأجهزة الأمنية القوات الموجودة بكافة أصنافه من الفرقة الذهبية والجيش والشرطة والحشد الشعبي، الكل متواجدين في سهل نينوى.